مشكلتك إنك كنت مع نرجسي، ومشكلتك الأكبر إنك بتجذب نرجسيين لحياتك، نفس التلاعب، نفس البدايات المثالية، ونفس النهاية اللي بتخليك تحاول ترجع له تاني بأي شكل رغم الأذى. كل ده مش بيتكرر صدفة، أنت هتفضل تجذب نفس الشخص بوشوش مختلفة لو ما بدأتش تتعافى وتعالج الجزء اللي بيجذب نرجسيين لحياتك. إنك تبطل تتخلى عن نفسك عشان حد تاني، لأن طول ما أنت مستعد تضحي بنفسك في حد هيجي يستغل ده ضدك. عشان نحل ده هنعرف النهاردة إيه الصدمات اللي بتجذب لك النرجسيين بشكل متكرر، وإزاي أنت من غير ما تاخد بالك بتديهم الإشارة إنك الضحية المناسبة. ولو ما فهمتش الأسباب دي هتفضل تعيد نفس العلاقة مع ناس مختلفة. أهلا بيكم. دايما بتبدأ علاقتك بنرجسي وانت حاسس انك اخيرا لقيت الشخص الصح، اهتمام، قرب، كلام بيخليك تحس انك مميز، وبعدين فجأة من غير سبب واضح كل حاجة بتتغير. الاهتمام يختفي، الكلام يقل، وتلاقي نفسك بتجري ورا نفس الاحساس اللي كان في الاول، وتسأل نفسك هو ايه اللي حصل؟ انا عملت ايه غلط؟ وانت عشان تحت تأثيره كضحية بدل ما تبعد بتتعلق اكتر، وتلاقي نفسك راجع لنفس النقطة، بتقول نفس الجملة: أنا إيه اللي دخلني في ده تاني؟ تبدأ دايما تقع في فخ التخلي عن الذات. أنت ما بدأتش العلاقة ضعيف، أنت بقيت كده تدريجيا. في الأول كنت بتقول رأيك، بتعبر، بتطلب، وبعدين بدأت تقلل توقعاتك وطلباتك عشان تتناسب مع النرجسي، تسكت عشان ما تزعلوش، تعدي عشان العلاقة تكمل حتى لو على حسابك، حتى لو أهانك بتتنازل دايما عشان ما تخسروش. ولكن ده بيخسرك نفسك بالكامل، لحد ما وصلت لمرحلة بتفقد فيها نفسك تماما، بتكتشف انك عايش عشان ترضي الطرف التاني حتى وانت عارف انه نرجسي ويدمرك وبيتلاعب بيك. المرحلة اللي بعدها بتبدأ لما بتتنازل على حساب نفسك، وفي اللحظة دي التلاعب الحقيقي بيبدأ تأثيره عليك ويخليك تعيد العلاقة النرجسية تاني، مش بصوت عالي، مش بخناقة كبير، بالعكس، بهدوء جدا. هو يغلط وانت تعتذر. في الأول بتحصل مرة وتقول عادي، مش مستاهلة. هو ساعتها بيعرف انه اختار ضحية مثالية، وانت بتكرر الدرس مرة كمان بدون وعي. بس بعد كده تبدأ تلاحظ حاجة غريبة: كل مرة تزعل تلاقي نفسك في الآخر بتقول خلاص حقك عليا، أو أنا آسف، حتى لو أنت اللي اتجرحت. هو يأثر وأنت تحاول تصلح، تحاول تفهمه، تعديله، تديله أسباب. وقتها بتعرف إنك كررت العلاقة النرجسية تاني، بتيجي على نفسك، وكمان بدأت تشك في إحساسك. هو يجرحك وأنت تقول يمكن أنا حساس زيادة، يمكن أنا اللي فهمت غلط، يمكن أنا اللي محتاج أهدى، وتبدأ تقلل من نفسك عشان تبقى مناسب لشخص نرجسي، ظنا منك انه هيتغير او هيجي يوم والموضوع يتحسن، وانكار منك انك بتكرر نفس السيناريو كل مرة حتى لو مع اشخاص مختلفين. الغريب انك وقعت في العلاقة دي اكتر من مرة، فتبدأ تسأل هو انا ليه بيحصل لي كده كل مرة؟ الموضوع مش صدفة، ومش عشان كل الناس بقت كده. الموضوع ان جروحك القديمة بتجذب النوع ده من الناس بشكل غير واعي، بشكل تلقائي جدا. انت غالبا شخص بيعرف يتحمل، بيعرف يحتوي، بيعرف يعدي. لما حد يغلط بتديله اسبابه، لما حد يأثر بتديله فرصة، لما حد يجرحك بتقول يمكن مش قصده. والصفات دي في الطبيعي جميلة، بس بالنسبة للشخص النرجسي دي إشارات إنك شخص ممكن يتشكل، ممكن يتنازل، ممكن يفضل حتى لو اتأذى. النرجسي مش بيدور على حد قوي، هو بيدور على حد مش بيقف عند أول أذى، حد يفضل يحاول حتى لو مفيش مقابل حقيقي. ومع أول موقف يحصل أنت مش بتمشي، أنت بتفهم، بتبرر، بتتحمل، وبتحاول. وهنا الرسالة بتوصل له إنك ضحية مناسبة، ومع الوقت أنت بتتعلق بيه وبتتعلق بفكرة إنك مسؤول عن نجاح العلاقة دي، وإنه ممكن يتغير لو صبرت شوية كمان وتحملته. وده غالبا مش جديد عليك، الإحساس ده قديم من طفولتك. أنت متعود تكسب الاهتمام بالمجهود، إنك تثبت نفسك عشان تتحب، فتنجذب وتجذب أطراف مألوفة بالنسبة لك، فتكرر نفس النمط. شخص يقدم لك في البداية إحساس قوي وبعدين يسحبه، وأنت تبدأ تجري وراه،
مش عشان هو مميز، لكن عشان الإحساس نفسه أنت متعود عليه. السؤال هنا مش هو ليه بيعمل كده، ولا إزاي تفهمه، ولا إزاي تخليه يتغير. السؤال الحقيقي ليه أنت بتكمل لكل مرة توصل لنفس النقطة وتقول خلاص كفاية، وبعدها بشوية ترجع. ليه بتدي فرصة وأنت بداخلك عارف إن نفس الحاجة هتحصل تاني؟ ليه مستني منه حاجة هو عمره ما هيديها لك من الأول؟ ممكن سبب تكرار العلاقات النرجسية إنك ما بتقدرش تميز الحب عن التعلق نتيجة التلاعب. يمكن أول إجابة هتيجي في دماغك عشان بحبه، بس لو وقفت لحظة هتكتشف إن الموضوع مش بالبساطة دي. هل هو حب فعلا، ولا إحساس بالارتباط، ولا تعود، ولا يمكن خوف؟ خوف تمشي وتلاقي نفسك لوحدك من غير الإحساس اللي اتعودت عليه حتى لو كان مؤلم، أو يمكن خوف أعمق شوية إنك تمشي وتكتشف إنك ضيعت وقت كبير على حاجة كانت واضحة من الأول. بس في احتمال تاني إن جزء منك مستني منه يثبت لك إنك تستاهل تتحب، مستني اللحظة اللي يعاملك فيها صح، مش عشان هو اتغير، لكن عشان تحس إنك كنت كفاية من الأول. كأنك مش في علاقة، كأنك في اختبار، اختبار قيمتك، اختبار صبرك، اختبار إذا كنت تستاهل حد يحبك بجد ولا لأ. خلونا نعرف ليه ده بيتكرر لأسباب محددة. أول سبب إنك بتستمد قيمتك من فتات الحب اللي بيقدمه لك الشخص النرجسي المتلاعب. يمكن أنت مش مستني العلاقة تنجح، ممكن أنت مستني تحس إنك شخص كفاية، مستني حد يديك الإحساس اللي كان المفروض يبقى بداخلك من زمان، فبتبدأ تعوضه. لازم نعرف جذور المشكلة عشان نحلها وتبطل تجذب نرجسيين. ولو ده حقيقي يبقى الموضوع أعمق من العلاقة دي بكتير. غالبا الإحساس ده مش جديد، يمكن اتعلمته بدري من وانت صغير. عرفت إن الحب مش مضمون، إن الاهتمام مش ثابت، إنك لازم تبذل مجهود عشان تتحب. وتاني سبب إنك بتربط قيمتك برد فعل الناس كاستجابة لصدمات قديمة، زي إنك تكون فاكر إنك لو بقيت هادي مطيع متحمل هتاخد قبول وحب، ويمكن ما كنتش بتاخده كامل برضه فكبرت وبقيت بتدور على نفس الإحساس، مش لأنه مريح، لكن لأنه مألوف. عقلك عرفه، متعود عليه من وانت صغير، فاهم قواعده حتى لو القواعد دي مؤذية. وتالي سبب بيخليك تكرر علاقات نرجسية إنك بتعيش دايما على أمل وانتظار التحسن، وده بيخليك ضحية لفخ التغير المؤقت. ممكن يمثل شوية، يوم يومين أسبوع، يركز معاك، يتكلم أحسن، يحاول، بس ده مش تغيير، ده استجابة مؤقتة عشان يرجعك لنفس المكان عشان يقدر يسيطر عليك من تاني. ورابع سبب إنك ما بتقدرش تميز من الحب الحقيقي والمزيف. بمجرد ما الشخص ده بيقدم لك فتات الحب والأمان بتقدم نفسك بالكامل وبتعمل مجهود أضعاف عشان تثبت لنفسك قبل ما تثبت له إنك تستحق الحب ده. وساعتها هيظهر كل اللي كنت مستنيه: اهتمام، كلام حلو، وعود، كأنه فجأة بقى الشخص اللي كنت عايزه. وده بيكشف إنك بتركز على رد فعله مش إحساسك نتيجة أذاه. بس الحقيقة ده مش حب، ده خوف من إنه يخسر السيطرة عليك. لازم تعرف إن الطرف التاني مش هيتغير، أنت اللي محتاج تكتشف ده من البداية عشان تتفادى تكراره في كل علاقاتك. طول ما أنت موجود، طول ما أنت بتكمل، وطول ما أنت بتتحمل كل المعاملة الصعبة، هتجذب لحياتك شخص يعيشك إعادة لجروحك القديمة. دلوقتي أنت فهمت ليه بتنجذب وليه بتكرر العلاقات النرجسية. ولكن المشكلة إنك متبرمج تعدي، متبرمج تتحمل، متبرمج تدي فرصة، حتى لو أنت عارف وواعي إن ده غلط. بيستنزفك وبيخليك ضحية مثالية. طب إزاي تواجه ده؟ أول خطوة حقيقية مش إنك تبقى أقوى، أول خطوة إنك تبطل تيجي على نفسك. أول ما تحس بعدم راحة ما تفسرش، ما تبررش، ما تعديش الموقف. أول مرة تحس فيها إنه بيقلل منك، إنه بيضغط عليك، إنه بيشككك في نفسك، لازم تصنع حدود واضحة. تالت خطوة، لازم تراقب أفعال الشخص اللي معاك مش كلامه. ولازم تراقب هل في استمرارية، هل في احترام، هل في أمان. لو الإجابة لأ، يبقى أنت بتعيد نفس النمط النرجسي حتى لو الشخص مختلف. ورابع خطوة، تبدأ تبني علاقة مع نفسك، تفهم إيه اللي بيريحك، إيه اللي بيضايقك، إيه اللي ممكن ما تقبلوش تاني. لأن الحقيقة النمط مش بيتكسر لما تقابل حد كويس، النمط بيتكسر لما أنت تبقى مش متاح لنفس الغلط.
لما نفس الشخص بنفس الأسلوب ما يلاقيش نفس الاستجابة منك، ساعتها مش هيقدر يكون في حياتك. انت مش محتاج تبقى حد جديد، انت محتاج تبطل تتجاهل اللي انت حاسه، لأن أول مرة تسمع لنفسك بجد هتكون أول مرة تبطل تنجذب لنفس العلاقات السامة. شاركونا التعليقات.